رحل الشهيد مازن فقهة بطريقة هي الأولى من نوعها، اغتيال في وسط مدينة غزة التي دائما هي الآن عنوان ووجهة آمنة للأسرى المحررين، لطالما كانت كذلك منذ صفقة وفاء الأحرار التي خرج بموجبها الأسير مازن إلى قطاع غزة، ومنها أيضا أو من مدينة نابلس تزوج السيدة ناهد عصيدة التي أتت لتشاركه هنا رحلة الإبعاد والاغتراب والمنع من السفر ومنع ذويها من اللقاء بها. هي الآن ستكون معنا لتحدثنا عن ما حصل بالأمس وعن هذه السنوات الست التي شاركت الأسير الشهيد الآن الشهيد مازن فقهة هذه الرحلة. بداية سيدة ناهد، عظم الله أجركم وأسأل الله أن يربط على قلبك ويصبرك على هذا المصاب. لو حدثتنا عن ما حدث يوم أمس، كيف تلقيت أو كيف عرفت أن زوجك استشهد؟ بداية عظم الله أجركم، إن شاء الله ربنا بكرمني وبكون من الصابرات. هلا امبارح كنا طالعين مثلنا مثل أي عائلة، طالعين مشوار يوم الجمعة قد رحلة بشلة ومبسوطين كتير، وضلينا للعشاء، ما في أي إشي غير طبيعي، عايشين عادي مثل العائلة العادية. روحنا على البيت ونزل مازن، نزلنا ووصلنا للبيت وراح يصف السيارة، راح يصف السيارة ما رجع. أنا بفكره إنه شاف الجيران، قعد مع الجيران إنه إلهم بالعادة يكونوا موجودين تحت ويقعد معهم، فما سألت يعني كتير وبظبط في أغراض الواحد بكون طالع أولاد نايمين وهيك. بعد تقريبا نص ساعة إجا خالي على البيت وبيحكي لي يعني إنه مازن مضروب عليه رصاص وهيك، فعرفت يعني. هي كانت البداية كتير صعبة، يعني ما تصوري أنا زوجي تركته بده ينزل بس يصف سيارة ويرجع لي، كان صعب كتير علي ومش مش مصدقة، يعني أنا مش مصدقة لما حكولي. بعدين الحمد لله رب العالمين لما رحت أنا على المستشفى شفت كيف وضعه. طيب احنا رح نتكلم يا ناهد عن لما رحتي على المستشفى وشفتي شو صار وقتها، بس تكلمي لنا عن موقف انت ذكرتي لنا قبل قليل انه من يوم الاربعاء كيف كان هم خلال هدول اليومين الاخيرات من حياته، كيف كانت؟ من يوم الاربعاء مازن كان مبسوط كتير، كان يحكي لي انا مبسوط كتير واحكي له طب ليش مبسوط؟ سعدنا معك، وبسطنا معك، احكي لي عشان بحكي لي انا مش عارف، انا بس حاسس حالي مبسوط، خلينا مبسوطين. وتكررت هاي العبارة بيوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة تكررت اكثر من مرة، ونحن بنشوي واحنا قاعدين. كان مبسوط جدا، كان مبسوط على الاخر، لحتى فتح أنشودة لأبو عرب حزينة كانت، حتى أنا بحكي له يا مازن ليش فتحت عليها؟ ليش بتغمنا؟ خلينا مبسوطين. كان لحظتها حزين وإحنا كان هذا بعد صلاة المغرب، أنا قعد وجبت له الشاي، كان زعلان شوي، لعله حزن الوداع يمكن. هو طلع علي نظرات في الأيام الأخيرة وإحنا طالعين وإحنا راجعين وأنا في البيت، أحس بيطلع علي. هو مازن عادة يعني بيطلع علي إنه زي هيك، بس إنه بحنية كثير وبخوف. في شيء في نظرك؟ كان يعني أنا ما كنت مدرك هذا الإشي، أنا أدركت فيه بعد ما إنه فقدته. صرت أتذكر امبارح بالليل، تذكرت إيش صار في الأيام الماضية، صرت أتذكر إيش اللي صار، إيش اللي حكى لي، إيش اللي ناهد، لعل كلمة أنا مبسوط كثير اللي كان بيرددها زوجك رحمة الله عليه هي اللي خلتك في مجرد دخولنا واستقبالك إلنا تقولي إنه أنا مبسوطة. هلا أنا مبسوطة ليش؟ لأنه مازن من زمان بيتمنى الشهادة، كان حتى قبل السجن يتمنى إنه يستشهد مش إنه ينسجن، ولما طلع حكى إنه الحمد لله يعني إنه ربنا كاتب لي العمر وكاتب لي إنه أشوف أولادي وهيك، بس كان نفسه إنه يستشهد، كان أمنيته يستشهد. ولما راح حج في 2012 دعا عند الكعبة إنه يستشهد، حكى له دايما بكررها، وأنا أحكي له إنه بخاف يعني لما بيدعي إنه ربنا يستجيب منه، بس الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمه واستجاب منه وأكرمه بالشهادة اللي هو تمناها، الحمد لله رب العالمين. ناهد، كانت توصل تهديدات لزوجك بشكل مستمر، وانت مثل ما حدثتينا كنت تعرفي عن طبيعه انه هو ما ترك العمل المقاوم بعد ما طلع من السجن،
ورغم هيك انت كزوجه شو كان موقفك؟ يعني يمكن الزوجه تخاف على زوجها، تقول له خليك جنبي، اتركك من هذا العمل العسكري وضلك الي ولابنائك، ابنائك محمد وسما. هلا التهديدات كانت كثيرة من يوم ما مازن طلع من السجن وهو بتهدد، يعني ما فرقت، يعني السنة الأولى من طلع للسنة هذه كل فترة بيهددوا بالبيت بأهله كيف بتوصل التهديدات؟ ومرة حكوا له رح نبعث لك صاروخ، كانت هذه قبل الحرب العصف المأكول بفترة. وتوصل هذه التهديدات مرات بيتصلوا بالليل من خلال تليفون الأرضي، لما بروح على بيت أهله برنهم تليفون أهله علينا، أو من خلال عملاء، من خلال كثير شغلات يعني تهديدات، بيجوا على أهله بيهددوهم ووصل لمازن هيك. هذه التهديدات ما كان مازن يهتم فيها، ما كانت تعني يعني. كان يحكي لي اليهود أصلا مش مسامحيننا على اللي كنا عاملينه على ال9 قتلى اللي في عملية صفر، مش مسامحيننا عليهم. يعني لو أنا اليوم بدي أضل في بيتي هم أصلا مش مسامحيني، وراح يضلوا وراء اليهود بنسوش، اليهود بضلهم وراء الإنسان. التهديدات اللي ما كانت تخيف زوجك ما كانت اتوقع كانت تخيفك انت كزوجه وام. انا كنت اخاف لما كمان، يعني انا بحب مازن كثير بدرجه اني انا عمري ما تصورت اني افقده. يعني انا كنت احط احتمال، بس مش اني افقده بهي الطريقه وفجاه، يعني كنت حاطه احتمال حرب في الحرب، اما هيك لا. كنت مؤمنه الحمد لله يعني انه ممكن انه في اي لحظه اني افقد مازن، مش بس بالحرب يعني كشهيد، انه في وفاه يعني. هذا الشيء ما كان يدفعك خوفك عليه انه انت تطلبي منه يتوقف عن لا بالعكس، انا كنت دائما اشجع مازن، احكي له لا بالعكس، انا بدي اياك تكون متميز وتفوق، بدي اياك تكون ناجح في كل شيء. كنت انا اصبر على غيابه، كنت اصبر على واشجعه، لما بكون اساعده ادعمه، لما بيكون محبط من شيء ادعمه. وعلى سيرة التميز والتفوق، الشهيد رحمة الله عليه كان ايضا في الدراسات العليا، كان متميز كان بيكمل الدراسات العليا. كان متميز، وكان بيحكي لي انه نحن عائلة متميزين. كان بيحكي لي انا بدي اولادي يكونوا متميزين مثل ما احنا متميزين. الحمد لله هو تميز بافضل من العلم، الحمد لله رب العالمين. تميز بالشهاده، وتميز انه استشهد بطريقه يعني مش هي الطريقه المميزه، لا يعني خبر استشهاده الناس اللي حزنت على مازن وتمنت انه يكون الخبر مش صحيح، الناس اللي عزت بمازن اللي بجنازته اليوم، هي هذه اللي كان متميز فيها، بمحبة الناس، بوقفة الناس، يعني وقفة الناس اللي معاكم يا ناهد. انت كسيدة مغتربة، يعني هكذا هي تسمية الامور، بما انك ممنوعة من زيارة اهلك واهلك ممنوعين من زيارتك في قطاع غزة اللي هم موجودين بنابلس، كانت يعني لو شيء بسيط بتشكل لك سلوى وعزاء في غربتك هذه؟ أنا الحمد لله رب العالمين من يوم ما إجيت على غزة كنت مبسوطة، كنت دائما أحكي لمازن ومازن يحكي لي الحمد لله اللي كانت بعاده على غزة. بغزة في أنا حكيت له جملة بحفلة تخرجي كانت هذه دائما مكررة عندي: غزة حلوة بأهلها. أهلها كانوا إلنا عيلة، أنا إلي معارف في غزة وناس بحبهم وبحبوني، كانوا معي اليوم بمصيبتي، مش بمصيبتي، بفرحتي، يعني فرحتي بمازن، باركولي وفرحوا معي وصبروني طبعا. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله، يعني ربنا بيعوض دائما. أنا بحكي إنه ربنا بيعوض كل إنسان، يعني ما بياخد منه إشي إلا بعوضه باللي أفضل، يعني الحمد لله.